ويا صباح الورد والفل والياسمين. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. طبعا صحكوا على موسيقى تصويرية، خبط ورزع وحاجات كتير جدا. طبعا مفيش واحدة بتدخل المطبخ من غير ما تسمع الموسيقى التصويرية دي بتاعتنا. بس يلا بقى، اول حاجة نبتدي فيها الفيديو متنسيش تعملي لايك للفيديو، وكمان دعوة بظهر الغيب، ونصلي كلنا على الحبيب الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. وأنا بشارك معاكم يومي من الأول. صحيت من النوم بداية اليوم. آه، أول حاجة عملتها، حضرت لهم الفطار، كانوا صاحيين جعانين. وبعدين بقى ابتدينا نغسل الأطباق بتاعتنا، احنا المية بتقطع انا قلتلكوا. فحضرنا فطرنا غسلنا أطباقنا. وبعدين بقى ماني قال لي انا عايزه اشرب كركديه، ان القهوه بتاعتي بقى كانت خلاص فديت. حطيت طبعا دي قهوه حبهين زياده، ودي أضعاف حلوه يعني. برضو بجيبها لان بصوا انا بميك انا بصحى من النوم كده على طول وانا مغمضه لازم اعمل الفنجان بتاع القهوه بتاعي، لازم يبقوا جنب بعض كده مرصوصين علشان اخد فنجان القهوه. بعدين خلصت بقى الاطباق غسيل المطبخ وروقت المطبخ، قلت افصل شويه اعمل ايه علشان ادخل على مرحله مرحله. ايه، اخدت كوباية شاي بقى بالنعناع في قلبك، ايوه شايف النعناع دوت، الشاي في النعناع مش بالنعناع، لا الشاي في النعناع، الاتنين بيعملوا يعني احلى دماغ. اخدته بقى وبصوا يعني متروقة حد ما، مش هتعب فيها قوي. وبعدين قلت اروح بقى افصل شوية مع الشاي بالنعناع بتاعي، لان انا بصحى بدري، بصحى 9 بصحى 10 الحدود دي، وساعات بضرب للساعة كام، بصحى الساعة 7 على حسب يعني بصراحة. قلت اعمل غدا. هتعملي غدا ايه؟ هعمل لحمة ببصلة. بصوا، من اكتر الاكلات اللي انا بحبها باللحمة الضاني اللحمة ببصلة، بحبها قوي باللحمة الضاني. بصوا بتبقى ايه، عسل عسل كده. بصوا الطريقة دي طريقة حماتي، بس هي بتقعدها وقت في يعني في التتبيلة. بس انا بصراحة بقى كنت مستعجلة وقلت لا، انا هعملها على طول من غير ايه، من غير ما استنى. هي بتقعدها في التتبيله دي شويه، بس انا عملتها. جبنا ال- اللحمه، وحطيت معلقه زبده، وحطيت ملح وفلفل اسود، ورق لورا، وحبهين مطحونين، جنزبيل، قرفه. طبعا حطيت خل كمان، حبه من السكر. ما بحطش الملح عفوا الا اخر حاجه. دي التوابل اللي موجودة، 7 بهارات بس كده. ايوه بس كده. وحطي خل وقلبيهم قلبيهم وخلاص. على كده بابريكا حطي، مفيش مشاكل. إيه، لحد ما تنزل المية بتاعتها شوية كده، اكون ضربت البصلة ونعمتها. ودي بقى ذرة القرفة اللي انا زودتها زيادة، حسيت ان القرفة مش كفاية. ومكعب ولا مكعبين مرقة دجاج على حسب البصل، انا بحب البصل بتاعها كتير يا لمبي، بصل كتير. اخدت تشويحة بالتوابل، انزل بقى بالبصل، بقى بصل بصل بصل، يعني مش عايزة اقول لكم، لحمة بالبصلة اساسها البصل. حتى لو خلصت اللحمة هناكل البصلة يا ولاد، مش هنرحمها. خلاص كده. خلاص هنا كسرت بقى مكعب مرقة دجاج زيادة. حسيت ان المكعب اللي انا حطيته مش امان، يعني مش اللي هو هيخليها مظبوطة. فزودت هنا بقى، حطيت شوية الخل. هسيبهم بقى مع بعض شوية ياخدوا ويدوا بشكل ودي. وهزود بقى ايه، كوباية من المية المغلية. بس كده. اي والله يا اختاه، والله بس كده. خلاويص خلاويص، دي ذرة السكر اللي انا قلت عليه. ذرة السكر دي اللي هتفرق معاكم في الطعم. بصوا محدش يقولي ايوه هي اللي هتفرق معاكم في الطعم. يعني هتسوي اللحمة. وممكن اصلا نستغنى عن السكر، وهقول لكم تحطوا ايه. تحطوا معلقه صغيره من العسل الابيض، هتعدل لكم التوابل اللي في الحله دي كلها. بصوا بقى، هنا بقى ما شاء الله يعني خلاص دخلت في السوا. نعمل ايه بقى؟ متعمليش اي حاجه، تكوني بشره جزرايه ومقطعه طماطمايه، وعندك فلفلية برضو تحطيها لما تدخل في السوا كده، تعملي الطريقة دي. وسيبيهم برضو مع بعض ياخدوا يدوا
بشكل ودي وتستوي. بصي هي اللحمة، شايفين اللحمة فرقة العظم ازاي؟ فدي يعني دخلت في السوا جامد. انا بقى عايزاها تبقى مهرية. وهنا بقى انزل بالملح بتاعي. طبعا لو شفتي الفيديو بتاعنا اوعي تنسي لايك وشير وسبسكرايب. تعليق الحلو الجميل. النهارده غدانا بسيط جدا. انا بحب اللحمه بالبصله بالعيش يا ولاد، وجنب منها شيبسي وطماطم كده بالتتبيله اللي هي شطه وملح وبس. بس كده، ايوه بس كده. بصوا الاكله دي في القلب. يلا بقى اعملوا، انزلوا اعملوا لايك وقولوا لي بتعملوا لحمه ببصله ازاي. ماما بتعملها بملح وفلفل اسود بس ومرقه دجاج وسبع بهارات. تبقى الخلطه دي علمتها لي حماتي، ربنا يديها الصحه يا رب. هي بتعمل شوية لحمة ببصلة تسلم ايديها عليها. تعالوا بقى هنفصل اخر اليوم. فصلنا بايه؟ لو هو باع نعمل له ايه؟ ليمون بالنعناع. ما عنديش نعناع، يبقى هنعمل ايه؟ هنشرب الليمون بس. فطروا واتغدوا. العشاء بقى مش هوريلكوا، العشاء ده ساعات بنتعشى وساعات لأ. فنعمل ايه؟ نشرب كوباية ليمون بالنعناع. طبعا عندي ابو مالك تعبان، ادعوا له ربنا يشفيه يا رب ويعفو عنه. آم، بس ودي كانت الدبانة بتاعتنا الرخمة. واشوفكم في فيديو جديد. متنسوش اللايك.